السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أخواتي تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله، نتوما والعائلة ديالكم وكل المعز عليكم. اليوم فيديو جديد ونهار جديد غادي نشارك معكم فيديو اللي زوين بزاف. من عجينه وحده تقدري تخرجي المالح والحلو وتشكلي كيف ما بغيتي، ديري اشكال اللي بغيتي. عجينه اللي سحريه سهله اقتصاديه، فخليكم مع الفيديو حتى النهايه. اذا كنتوا اول مره تشوفوا هذه القناه وعجبتكم فما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وكل مفيد. وما تنسينيش اختي من ديك البصيمه فضلا وليس امرا. قبل ما ندوزو الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل صلاه واتم التسليم. اللهم ارحم والدي وارحم جميع اموات المسلمين واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه. كيف ما كتشوفوا صحاباتي على الفيديو، فغادي نشارك معكم عجين اللي كيجي قطني زوين بزاف. يعني كتقدري تشكلي منه مخبوزات هشيشه خفيفه. والاهم من هادشي كامل انه عجين اقتصادي، وتقدري تخرجي منه كميه اللي كبيره تنفعك، يعني ماشي غير نهار واحد، اكثر من نهار واحد. بسم الله على بركه الله. ندوزو اول حاجه العجين. بالنسبه لي انا فغادي نخدم هذا العجين هذا مش اول مره غنشاركو معكم. اول حاجه راني شاركه معكم سنين، وكل مره كنشاركو معكم بشكل جديد. المهم انا غادي نضوب المقادير. الا بغيتو ديروا يعني غير نص ديال المقادير ديروهم. درت البنات 2 كيسان ديال الماء دافي و2 كيسان ديال الحليب. تقدروا تحيدوا داك الحليب وديروا كلشي ماء، وتقدروا تحيدوا الماء وديروا كلشي حليب. درت معلقه ديال السكر. بالنسبه للسكر فانا زدت شي شويه حيت غادي نخرج حتى الحلو. الا كنتو باغيين تخرجوا غير المالح ديروا غير معلقه صغيره. درت معلقه ديال الخميره ديال الخبز، ودرت 2 كيسان ديال الفورص. غادي نخلط هاد المكونات هادو ونغطي عليهم ونخليهم يتفاعلوا، وندوزو نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه البنات اولا الكميه، فهنايا درت انا 2 بصيلات متوسطين، ودرت تقريبا شي 5 ديال الكورجيطات ولا. بالنسبه للكميه فكتبقى على حسب واش نتوما بغيتو ديروا غير المالح، واش بغيتو ديروا الحلو والمالح، واش درتو هاد الكميه اللي درت انا ولا درتو غير النصف. حيت انا راه كيف ما قلت لكم مضوبله المقادير، مضوبله هكا الكميه ديال الدقيق وديال الحليب وداكشي كامل. صافي. هنايا كيف ما قلت لكم فدرت البصله والكورجيط، شويه ديال زيت العود، وحكيت 2 ديال الفصوص ديال الثوم. غادي نشحر شي شويه هاد البصيله والكورجيط حتى ينزلوا. عاد ندوزو نضيفوا لهم اضافات وحدين اخرين. بالنسبه لهاد الحشوه البنات عقلوا عليها، فهي انا شاطت ليا حيت شكلت درت 2 انواع ديال المالح، ودرت واحد الكميه يعني ديال الحلو. داكشي علاش شاط ليا شويه ديال الحشوه. ان شاء الله غنشارك معكم بها مره اخرى فيديو واحد اخر، شي حاجه واحده اخرى. وهذا في اطار الاقتصاد، حاجه ما تضيع، اي حاجه شاط نديرو بها حاجه واحده اخرى. ملي كتدبلنا شي شويه ديك الخضيره كنزيدو التوابل. بالنسبه للتوابل درت الملحه، درت القزبور يابس، شويه ديال التحميره، ودرت شويه ديال الخرقوم. صافي. هادو هما التوابل اللي درت، ما درت شي اضافه واحده اخرى. صافي. وصراحه جات هاد الحشوه هذه البنات واعره واعره. غادي تشوفوا معايا البنات نحضروا ان شاء الله صوص فخوماج بلا ما تشريو ديال الزنقه، غتحضروها في الدار. يكون عندكم غير داك الشرائح ديال الفرماج الساندويتش، تقديها في الدار. يعني في البلاصه تقدي الكميه اللي بغيتي وتخدمي بها. هنايا درت طريفات ديال الدجاج، وراني وريتكم واحد الطريف. فدرت داك الطريفات صغارين، يعني ما نديروش الكفته كتجي شويه مطحونه وكتبقى تكور. فدرت الدجاج طريفات صغارين بزاف. درت نص ديال الصدر ديال الدجاجه، صدر ديال الدجاجه مقسوم على 2. بالنسبه للنار تكون شويه مجهده باش هكايا هاد الخضر والدجاج ما يطلقولناش بزاف ديال الماء. صافي. والمهم كنديوهم ونجيبوهم حتى كيدخلهم الطياب، يعني كتشوفوهم نشفوا ما بقاش فيهم الماء نهائيا.
وندوزو ديك الساعه نحضروا صلصه الجبن، صلصه منزليه اقتصاديه سهله دغيا دغيا، ما تحتاجيش تاخدي لا الصلصه ديال 40 درهم ولا ديال 50 درهم. المهم انا البنات عندي شويه ديال الحليب، درت غير شويه ديال الحليب مع شويه ديال النشا، المهم معلقه مع عمراش، وغادي ندير معاهم جوج ديال الشرائح ديال هاد الفرماج ديال الساندويتش، ولا المهم هاد الشرائح ديال الساندويتش. المهم البنات كان عندي هاد الصفر هذا اللي كيكون بالمذاق ديال الشيدر، المهم اللي عندكم ديروه صافي. وكنبقاو نطربوا، يعني ما نرصاوش يدينا نهائيا، داك الفرماج راه كيذوب، وديك شويه ديال النشا تيزيد يعقد لنا هذا الخليط هذا. كيف ما شفتوا راه زدت واحد شويه ديال الحليب حيت بان ليا داك الحليب قليل، زدت واحد شويه، غيكون دابا هنايا شي كاس ديال الحليب تقريبا. صافي، وكنبقى نطرب مزيان مزيان، ما نوقفش يدي نهائيا حتى يبدا يبان ليا الخليط بدا تيتقال. ديك الساعه البنات نرجعوا هاد المقله هذه اللي فيها الحشوه على النار، ونفرغوا عليها هاد صلصه الجبن اللي كيف ما قلت لكم كتجي زوينه زوينه بزاف. المهم انا راه ما درت لها شويه الملح لا شويه البزار لا حتى شي حاجه، اكتفيت بديك التوابل اللي درت في الحشوه. صافي، وجات بنينه. جربوا البنات هاد الحشوه هذه مختلفه، فات لي شاركتها معكم يعني العام اللي فات يمكن، ما عرفتش واش في هاد الفطائر بهاد العجينه هذه ولا شي عجينه واحده اخرى. هنايا العجينه كيف ما كتشوفوا راه تفاعلات، داك الخليط اللي درنا راه تفاعل. هنا غادي ندير كاس ديال الزيت، المهم الا درتو المقادير الحقيقيه ما مضوبلاش غديروا غير نص كاس صافي. وغادي نبقى نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق فضفت تنضيف جوج ديال الكيسان، تنخدم العجانه كل مره يعني حتى وصلت للقوام اللي غتشوفوا معايا في الاخر. زدت يعني جوج كيسان الاولين زائد 8 ديال الكيسان يعني من بعد، كل مره كنضيف يعني حتى تحصلت على العجين اللي خاصني نخدم به. فالعجين ما كيكونش يعني قاصح، وما كيكونش جاري كيتلصق في اليدين، يكون خفيف باش كيجيونا داك الفطائر تيجيو هشاشين وكيجيو خفافين، وكديري الحجم ديال الفطيره صغيور، وملي كتدخل الفران كتولي شكل واحد اخر. صافي هادشي اللي كاين. المهم هنا راه كنصور لكم اللقطات فين ما زدت شي دقيق تنصوروا حتى تحصلت على العجين المناسب. اول حاجه سمحوا لي على هذا الصوت اللي غادي تسمع لكم في الفيديو، يعني في الاول عاد وقفت الاير فراير، فكنت كنشف فيها التمر باش نقاد السكر ديال التمر، وما رديتش البال، يعني كنت بعيده على الصوت وقلت زعما ما غاديش يتسمع، ساعه كنظن تسمع. سمحوا لي على على التصداع. المهم البنات من بعد ما خمرات لي العجينه تقريبا واحد 10 دقائق كاع ما كاملاش، دابا راه الجو بدا كيسخن، فدغيا دغيا خمرات. فغادي نقسمها. هنايا راه غادي نقسمها انا على 3 ديال الاشكال. غادي ندير جوج ديال الاشكال هكايا مالحين، وشكل واحد غادي نخدم به يعني فطائر اللي تكون حلوه. صافي درت جوج ديال الخبيزات يعني مقادين، وحده كبيبره، وهنايا غادي نبقى ندير هكايا كويرات اللي يكونوا صغيورين غير صغارين، حيت غادي نحتاج في هذا الشكل هذا. غادي ندير وحده فوق وحده. صافي البنات، المهم الاشكال كيبقاو هكايا اقتراحات، وصافي تقدروا ديروا الاشكال اللي بغيتو، واي شكل عجبكم تقدروا تطبقوه على هذا العجين هذا. صافي حتى كنكمل العجينه اللي عندي كامله بهذا الشكل هذا، وندوزو نشوفوا الاشكال اللي تقدري اختي تنوعي بهم وتزيني بهم المائده ديالك. المهم غادي نبدا بهذا الشكل الاول اللي هو على شكل بيتزا، يعني دقه واحده، شكل مختلف صراحه وكيجي زويون. المهم انا سرحت العجينه في هذا السيلبات اللي كيدخل هكايا الفران. صافي على هذا الشكل هذا. المهم قد الطاوه ديالك، وكل ما كانت الطاوه ديالك كبيره ديري عجينه اكبر. صافي في هذه المرحله هذه البنات، المهم انا راه غادي نخدم مباشره
حاولوا انكم غير تسرحوا العجين وخليوها ترتاح واحد شويه عادك تراصيوها. المهم انا راه سرحتها بمدلك ودزت كنعاون بيدي، يعني كنقادها تكون يعني مقاده، تكون هكايا ماشي بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه صافي. وكناخذ هكايا شي كاس تكون عنده هاد القاعده هذه ولا شي قريعه ولا اللي كان صافي. تنطراسي هكا واحد الحفيرات دائريين في ديك العجين، وكنبعد واحد شويه ونعاود نطراسي وحده اخرى حتى كنكمل العجين باش نخرجوا واحد المربعات فيهم واحد الدوائر اللي غادي نعمروهم بحشوه، يعني حشوه اللي ديال البيتزا. صراحه كيجيو زويونين مخيرين وكتخدميهم دفعه واحده تبدلي الشكل الدائري ديال البيتزا. المهم وحتى الشكل ديالهم صراحه كيجي راقي، كيجيو فحال الا مخدومين بالعجينه المورقه، ولكن هما راه مخدومين غير بعجينه العاديه. المهم كتطراسي على العجينه ديالك كامله. المهم كانت كبيره راه تعطيك اكثر، كانت صغيره راه تعطيك اقل، على حسب اللاطه ديالك وعلى حسب الكميه ديال العجينه اللي درتي. صافي هنايا كيف ما قلت لكم فانا ما خليتهاش يعني ترتاح شويه باش دوك الحفيرات يجوني باينين. انتي فاش تسرحيها خليها ترتاح شي شويه ودوزي لشكل واحد اخر حتى ترتاح واحد شويه بحال غتخمر واحد شويه باش مني تطراسي بالكاس يبان لك هذاك الطراساج. صافي المهم انا راه دزت عليهم عاودت هبطتهم عير بيدي وصافي. ومع الضو فما كيبان والو. مازال غادي ندور لكم الكاميرا ونوريكم كيفاش كيجيو. هنايا كنقطعوهم، بغيتي دهنيهم عاد تقطعيهم، بغيتي تقطعيهم عاد دهنيهم ماشي مشكل. المهم كتقطعيهم غير كتطراسيهم وصافي، هما راه متي تقطعولكش 100% حتى كيطيبوا عادك تتعاودي تقطعيهم صافي. وهذيك الدائره اللي طراسيتي تقبيها بفورشيط ولا تقبيها باي حاجه كتقبي بها البيتزا صافي بهذا الشكل هذا، وحتى كتكملي الدوائر ديال كاملين. المهم البنات غادي ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا كيفاش كيجيو. كيجيو على هذا الشكل هذا، كتجي فيهم واحد الحفيره، وكيف ما قلت لكم انا حيت ما خليتش العجينه هكا ترتاح فهاديك الحفيره ما جاتش باينه زعما مزيان، ولكن الا خليتو العجينه تنفخات هكا ارتاحت واحد شويه بحال خمرات، ملي كتهبطيها كتبقى شاده داك الشكل اللي حطيتي فيها. هنا غادي ندهن بشويه ديال البيض، درت بيضه واحده، درت معها شويه ديال الخل، وغادي ندهن غير الجوانب باش يجيوني مذهبين، اما الوسط راه غادي تكون فيه الحشوه. بالنسبه لشنو اللي غادي نديرو في هاد العجين هذا، فعندي هنايا واحد الحك ديال الطون، وهنايا فوريتكم ديك القريعه ديال مطيشه البيتزا اللي كنت شاركت معكم، فكنت درتها تقريبا شي 4 شهور هذه. درت مطيشه مصبره خاصه بالبيتزا، كنت شاركتها معك صراحه، كنت شاركتها في لايف في التيك توك، اما هنايا فما ما كنتش نزلت الفيديو، غير وريتها لكم وصافي، ما كنتش شاركت معكم الفيديو. ولكن راني ماشي زعما اول مره كنديرها، راه كاينه في فيديوهات وحدين اخرين. هنايا خديت واحد البصيله درتها شنينفات وقليتها شويه في الزيت مع شويه الملحه وابزار. بالنسبه للطون فدرت عليه ديك صوص طوماط وخلطته باش ما نديرش ما نبقاش ندير يعني بزاف ديال الخدمه. تقدري ديري الصوص لتحت وديري التون ولا ديري الدجاج ولا ديري اللي بغيتي عادك ديري. من العماره كتبقى كيف ما بغيتو، ولكن هاد العماره بالضبط كتجي زوينه. فخلطت انا ما بين صوص طوماط ولا الطون، درتهم هما الاولين، درت عليهم واحد شويه ديال البصله ودرت عليهم هكايا الموتزاريلا محكوكه، وزينت بالبافو. تقدروا ديروا الزعتر ولا تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوها صافي. وكندخلهم الفران مباشره، الفران كيكون سخون مزيان مزيان. ملي ندخلو هكايا الطاوه ديالنا نقصوا عليه يكون متوسط. صافي يطيبوا من التحت وعاد نهبطوهم باش يطيبوا معاود باش يتحمروا من الفوق. وهنايا غادي ندوزو للشكل الثاني اللي هو لي كرواسون مالحين. صراحه هذا الشكل جا زوين بزاف. المهم البنات انا نعطيتكم هاد الاشكال هادو، والحشوه تقدروا تبدلوا ديروا الحشوه اللي بغيتو. وبالنسبه لهاد لي كرواسون هادو تقدروا انكم ديروهم حلوين
والشكل اللي غادي ندير انا حلو ديروه مالح كيف ما بغيتو. المهم انا عطيتكم غير الفكره وانتم ديروا اللي عجبكم. صافي هنا البنات من بعد ما سرحت ديك الكره كيف ما كتشوفوا قطعتها على هذا الشكل هذا اللي شفتوا معايا، وكندير الحشوه ديالي دفعه واحده. نحاول انني ندير هكا واحد الاشرطه. هاد العجينه هذه راه كتخمر، حاولوا انكم تغرقوا الا بغيتو يجيو دوك الفتيحات باينين. صافي نجمع على هذا الشكل هذا على شكل كرواسه اللي هي تتكون حلوه. حنا درناها مالحه تجي الصراحه زوينه مخيره وسهله وناجحه 100%. ما تقوليش ما غتنجحش معاك، غادي تنجح لك. غير يعني عجني العجين على بكري، ما تجلسيش لاخر لحظه. الا كنتي هكا زعما بغيتي توجديهم هكا في سيدنا رمضان، واكيد هاد الوصفه هذه مادام عطيتها لكم سيدنا رمضان فجربوها وردوا عليه في التعاليق. الا كنتي مبتدئه فجربي غير المقادير العاديين، يعني ديال 2 كيسان كاس حليب وكاس ديال الماء، اولا يعني الا كنتي اول مره فاكيد هاد الفيديوهات هادو الهدف منهم ان البنات اللي كيكونوا عاد اول مره دخلوا الكوزينه يعني تيجربوا كيتعلموا كيف ما تعلمنا حتى حنايا. صافي ديري غير النص ديال النص د المقادير، يعني ديري كاس، ديري نص كاس ديال الحليب وديري نص كاس ديال الماء، وحتى المكونات الاخرين حتى هما قسميهم. هنا دزت الكره الثانيه درت بالنسبه لهاد الكرواسه فدرت منها 2 ديال الكرات. فصافي كنشرط بهذا الشكل هذا. الا بغيتي يجيو فيهم داك التفليحات يعني هكايا باينين. صافي كنحط الحشوه، كنحط هكايا واحد المعلقه ديال الحشوه ديالي. الحشوه اللي وجدنا هي الاولى ديال الكورجيت والبصله والدجاج. صافي وكان نشكل على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كنحاول ان هذاك الشريط نجيبو لتحت باش ما يتحلش. واخا هاد العجينه هذه حيت كتكون خامره راه ما كيتحل ما حتى شي حاجه، وكتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كتجي الصراحه زوينه. البنات اللي كيخدموا مملحات اولا كيخدموا هكا بلاطوات ديال المملحات راه يقدروا يديروا هذا الشكل هذا، يديروه بشكل صغيور، وتقدروا كيف ما قلت لكم ديروهم حلوين عمروهم باش ما بغيتو. بالنسبه لهاد العجينه البنات صافي تسخمر غير المره الاولى، يعني المره الثانيه صافي عي كنشكلها كندهنها وكندخلها للفران. هنا صافي خديت ديك البيضه اللي كنت طرت في الاول مع شويه ديال الخل، هي باش غادي نخدم العجين ديالي كامل. صافي تندهن الفطائر ديالي كاملين وكندخلهم للفران. وهنايا ندوزو للشكل الثالث والاخير. كيف ما شفتوا راه شكلت خبيزات اللي صغار. هنايا راه خمروا عاودوا خمروا داكشي باش ولاو كبار. غادي نسرحهم هكايا في الطاوه، والثانيين اللي ما غتكون فيهم لا حشوه لا والو يعني الغطا فغادي نسرحهم على سطح العمل. صافي البنات كيف ما كتشوفوا فكنجيب عاود عجينه واحده اخرى كنسرحها بالشكل بيضاوي، وكنطراسيها بهاد القطعه هذه اللي عندي اللي كتعطي الشكل ديال الشهده. بالنسبه يعني هاد الحلوين باش حشيتهم درت فيهم الكريم باتيسير. المهم ما شاركتهاش معكم. المهم بالنسبه للكريم باتيسير اللي درت انا راه درتها خفيفه، ما تخليوهاش خفيفه كاع قد هكا. المهم راه ما يعني ما خرجت ما والو، غير حيت ما كثرتش. اما كون كثرت غادي تخرج حيت شويه خفيفه. حاولوا انكم ما تخفوهاش. قلت انا راه ملي غادي نحطها في الثلاجه تبرد غادي تعاود تجمع ساعه ما تجمعاتش. صافي البنات الغطاء اللي كنكون يعني غادي نغطي به فكنطراسيه بهاد الرولو اولا هاد القطعه هذه. الصراحه كتقطع ما زعما زوين زوينه، الشكل ديالها زوين ولكن هي ما كتخدمش هي هذيك. فكنهز داك اللي دوزت عليه المقطع كنحطو فوق من الحشوه كيف ما كتشوفوا، وكنحاول دوك الجناب الا كانوا زايدين بزاف حيدوهم.
وكنديرهم من التحت. حاولوا انكم ديروهم من التحت باش حيت هما ما كيتحلوش، واخا ديروهم غير من الفوق ما غاديش يتحلوا، ولكن تيجي الشكل ديالهم شويه ما زوينش. صافي راه تقدروا ما كاينش عندكم هاد الرولو هذا، راه ديروهم غير ديروهم هكايا غير بديك القطعه ديال البيتزا. غادي تشوفوا معايا دابا وحده اللي هي هذه اللي قدامكم. فهذه راه درتها غير بالقطعه ديال البيتزا، غير كتبقاي ديري داك الشريطات مخالفين على بعضياتهم باش كتجي داك الشكل ديال الشهده. صراحه كيجي الشكل ديالها زويون هكايا في المملحات اولا في شي حاجه حلوه هكايا في البريوش. صافي البنات اللي كملتها راه كندخلها للفران دغيا دغيا دغيا، يعني كتوجد. وهاد العجينه هذه كيف ما قلت لكم خفيفه، كتجي زوينه قطنيه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. هذه هي اللي درنا فيها الطون. كيجي الشكل ديالها راقي وحتى المذاق ديالها كيجي زوين. هذه هي الحلوه. هذه هي البنات اللي درت بالقطاعه هكا ديال البيتزا كيف ما قلت لكم. فهذوك دوك الشريطات كديروهم غير مخالفين، يعني فحال الشكل ديال ضامه باش نقرب لكم الصوره. صافي وراه كيعطيكم داك الشكل احسن من داك القطاعه. داك القطاعه صراحه ما تقطع العجينه، وركينا عندي سنين قلت نخدمها هاد النهار ساعه. داكشي علاش بقات دائما مخزونه ما كنجبدهاش. صافي وهنايا هاد لي كرواسون اللي فيهم حشوه مالحه حتى هما جاو زويونين قطنيين. غادي نحل معكم وحده باش تشوفوها. فصراحه جاو زويونين بزاف، وتا الحشوه كيف ما قلت لكم زوينه. اعتمدوها هكايا ديروا هكايا جربوها، بدلوا بها الحشوات المعتمده او المعتاده. صافي هنايا راني حليت لكم واحد الكرواسه مالحه. الصراحه كيف ما كتشوفوا راه باينه خفيفه، باينه العجينه ديالها خفيفه، ما مدقصه ما حتى شي حاجه. وحتى هذا البريوش هذا تا هو راه جا من اروع ما يكون. ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله.